السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وفي أحسن حال يا رب، اللهم آمين. زي ما انتم شايفين بقى النهاردة الفيديو بتاع مشتريات حاجات المدارس، الحاجات الأساسية اللي احنا هنحتاجوها. طبعا لسه السبلايز البنات ما أخدوا رمزي ما أخدتهاش ورقة السبلايز، هي بتاخدها أول يوم. رمزي السنة دي رايحة كي جي 1 إن شاء الله، بالتوفيق كده. فيعني جبت لها الحاجات الاساسيه، انما لسه باقي السبلايز لسه ما جبناهاش. هوريكم الحاجات الاساسيه اللي انا اشتريتها، وهقول لكم على المكان اللي جبت منه الحاجه، لان بصراحه جبتها بسعر حلو جدا جدا جدا، وسعره كان رخيص. بصراحه سعره عجبني قوي قوي. فهقول لكم كل حاجه باسعارها وافرجكم على كل حاجه، وهقول لكم ايه الحاجات اللي أنا جبتها. تعالوا بقى نشوفوها مع بعض. اول حاجه جبتها واهم حاجه هي الكراسات. طبعا انا جبت من كل انواع نوع كراسة جبت 2، يعني الانجليش 2، التسعة تسطر 2، المربعات 2، الكلام ده كله كل حاجة جبت منها 2. ليه؟ لان هي بتستعمل، وكايلا كمان هتستعمل، عشان خاطر كايلا بتبقى هي كمان في النيرسري، فبتستعمل برضو معاها الكراسات والكلام ده كله. فيعني ايه، جبت من كل حاجة دستتين هتنفعنا طول السنة ان شاء الله، ممكن كمان يفيد منها للسنة الجاية. جبت الدستة ب70 جنيه، دي الدستة اللي هي 60 ورقة. كانوا 10 كراسات في الدستة. تمام. وعلى فكرة ورقها حلو جدا، يعني نوع ورقها حلو، انا فتحتها وشفتها، نوع الورق بتاعها حلو قوي. استنوا بس اخر الفيديو هقول لكم المكان فين. المكان ده بجد يا جماعة اختراع وتحفة تحفة. تمام. وما جبتش من المنشية على فكرة. فبس كده. تاني حاجة جبت لها اللي هي سكتشات الرسم دي، ودي بصراحة مش عارفة هي جايباها لكايل عموما، بس انا قلت ايه يعني اسيبها، يعني اشوفها هتحتاجها ولا لا. ده جبت السكتش الرسم ده، كانت 20 ورقة تقريبا، كان عامل أو ثواني وراجع لكم. رجعنا تاني. سكتش الرسم زي ما قلت لكم كنت جايبه الواحد، جبته ب5 جنيه، فكان سعره حلو بصراحه. فانا جبته حتى لو مش هيستعملوه للمدرسه هيستعملوه في البيت. يعني انا ساعات بكافئهم كده لما بيكتبوا الهوم ورك او كده، بديهم يلونوا ويرسموا كده، عشان هما بيحبوا التلوين قوي والرسم. بس فجبت الكراستين دول برضو تحفه. تعالوا بقى اوريكم. جبت لها كمان الفرشه دي عشان خاطر المدرسه، دي كانت عامله 25 جنيه، فدي برضو انا بوريها لكم، شايلاها برضو عشان خاطر المدرسه. تعالوا بقى نخشوا في الادوات بقى المهمه. اول حاجه طبعا الاساسي معانا الاقلام الرصاص، لان هي لسه كيجي. جبت اللي هي الالوان الاقلام اللي هي فابري كاسل، اللي هي مش عارفه، بس هي اللي هي الاتش بي. تمام. الالوان الفابري كاسل اتش بي دي انا جبتها، الدسته فيها 12 قلم، عامله 100 جنيه. طبعا سعرها حلو قوي قوي. فانا بصراحه ما بستغناش عنها في العاده، يعني حتى في الحضانه انا دايما بجيب النوع ده. بس طبعا رونزي كانت عامله تحدي ان هي هتجيب كل حاجتها باللون البينك، فيعني اختلفنا في حاجه، في ان هي كانت عايزه القلم يكون لونه بينك. فكنت واقفه هناك، فالولد اللي كان هناك رشح لي النوع ده، اسمه زيه. مش عارفه بصراحه، انا اول مره اجيبه، انا على طول بجيب الفابريك كاسل، ومش عارفه بصراحه النوع ده حلو ولا لا. فرشح لي النوع ده. وعلى فكره هما الاتنين كانوا بتمن واحد، يعني دي كانت ب100 جنيه ودي كانت ب95 جنيه، يعني مفيش فرق. بس قال لي برضو حلو وكويس وكده، وانا شفت الخط بتاعه يعني سنه ايه كويس الى حد ما. بس بصراحه انا بحب الفابري كاسل جدا. دي بقى شفتها لقيت، بصوا اللي جاي معاها جومه هديه وبرايه، يعني هي برايه وجومه الاتنين في واحد. البرايه اهي وجومه من فوق. فبرضه حلوه قوي، ورمزي عجبتها وقالت لي هاخدها معايا. ناس طبعا ما جبتلهاش البرايه بتاعتها، بس هجيبها لها يعني من مكان تاني، لان هناك بصراحه الاشكال اللي كانت هناك ما عجبتنيش. يعني الحاجات اللي عجبتني بس اللي جبتها. بس فجبت ده، وجبت معاها الاقلام دي بقى اللي هي شبطت فيها، عشان فيها طبعا الوان اللي هو البينك والاصفر والحاجات دي كلها، فهي عجبتها الالوان. فبصراحه ما رضيتش ازعلها، يعني انا كنت هجيب دستتين من اللي هي الفابريكاسل، فقلت خلاص بلاش عشان ما تزعلش، فجبت لها النوع ده عادي يعني. لو ما عجبنيش تبقى تستعمله مثلا في الهوم ورك في الهوم ورك في البيت او كده، وابقى اجيب لها نوع تاني اللي هو الفابريك اسيد، يعني دسته كمان مش مشكله. بس انا شفته يعني هو بصراحه حلو، اللي جربه يكتب لي في الكومنتس نوع حلو ولا لا. بس وجبت انا بقى دي، انا جايباها من فتره، دي كانت دستة جوام اللي هي فابريكاسل الاصليه. طبعا دي سعرها عالي شويه،
بس بصراحة هي بتقعد معايا فترة طويلة جدا جدا جدا. فدي انا كنت جايباها اصلا من شهرين كده او حاجة. احنا عادة مثلا ساعات انا وزوجي بننزلوا المنشية وكده، فبجيب ساعات حاجات، اي حاجة بلاقيها كده قدامي بنبقى محتاجينها بجيبها. فكنت جايبة دي، كانت عاملة مش عارفة حوالي 280 حاجة زي كده يعني، 200 وشوية بصراحة، بس أنا مش فاكرة كام يعني. بس هي بيكون فيها 30 جومة، اللي هي السودا فابريكاسل الأصلية. الأهم حاجة الأصلية، عشان فيها على فكرة منها يا جماعة مش أصلي. فبصراحة تحفة تحفة، عايزة أقول لكم يعني ما بستخدمش غيرها. وبقالها على فكرة فترة كبيرة جدا معايا، زي ما قلت لكم بقالها حوالي شهرين أو 3. وما استعملتش منها كتير يعني، بستعمل لهم طبعا عشان خاطر الحضانة وكده. فقلت بقى مش محتاجه جوان بصراحه، فكانت دي كانت عندي، فقلت اقول لكم برضو ان انا ساعات بشتري حاجات وبشيلها. يعني انا دلوقتي هفاجئكم ان انا شايله حاجات من فتره كبيره جدا، هتتصدموا. بصوا بقى، ده اللانش بوكس بتاع رونزي. طبعا زي ما قلت لكم رونزي عامله تحدي باللون البينك، فهتلاقوا كل حاجه لونها بينك. ده لانش بوكس رونزي اللي رونزي اختارته. اللانش بوكس ده تحفه يا جماعه، تحفه. الماتيريال بتاعته عايزه اقول لكم والله العظيم حلوه جدا. بصوا ده شكله كده، بصوا من جوه متقسم. ودي كده اللي هي الشوكة بتاعته بتتحط كده هنا، تشبك هنا كده. بصوا دي علبة الصوص ومتقسم، وفي كمان جزء من تحت وكبير على فكرة، كبير جدا يعني يشيل اكل مرتاح يعني. وده كان حلو بصراحة، والماتيريال بتاعته حلوة. واللي هي 5 بيخش عادي غسالة الاطباق ومايكرويف وكده. فبصراحة حلو قوي. بصوا انا مش عارفة انتوا شايفين ولا لا، بس هو بصوا 5 اهو. بصوا تحفة، انا جبته بصراحة كان حلو قوي. ده كان عامل هناك 150 جنيه، كان عامل 150 جنيه. فلقيت سعره بصراحة حلو، وكان شكله حلو وعجبها فجبته لها. بس كده، وجبت ده. وطبعا عشان كايلا ما تزعلش، فجبت لها عشان خاطر هي طبعا هي لسه مش داخله المدرسه السنه دي زي ما قلت لكم. بس هي طبعا زعلت عشان خاطر هي مش بقى ما تجيبلهاش حاجه وكده. فقلت يعني ايه افرحها بحاجه بسيطه. ده كان لانش بوكس موجود هناك، وعلى فكره والله العظيم طلع تحفه، والماتريال بتاعته تحفه. بصوا يا جماعه بيتفتح كده ومتقسم كده من هنا. بصوا هي بيتفتح كده ل3 اجزاء، ومن جوه برده فيه شوكه ومعلقه. عايزه اقول لكم طلع حلو قوي. ده يا جماعه كان عامل، وجاي معاه كمان الكوبايه بتاعته اللي هي تشرب فيها، بس طبعا دي هتسيبها للبيت يعني. فدي كانت عامله الاتنين دول مع بعض كانوا عاملين 65 جنيه. طبعا تحفه. على فكره الماتريال بتاعته حلوه قوي. بصوا اصلا شكله تحفه. بس كده، فجبتهم برضو الكاينه عشان خاطر ايه ما تزعلش. في بقى الالوان. برضو انا بحب الفابريكاسل، بس رونزي شبطت في ده يعني. انا بصراحه ما بحبش ازعلها يعني، فقلت لها خلاص يعني هجيبها لها مش مهم. ده كانت 24 لون، كانت عامله 100 جنيه بس كده. فمش عارفه برضو النوع ده حلو ولا لا. وزي ما قلت لكم لو النوع مش حلو عادي هجيب لها بعد كده يعني. بس هي ايه عشان خاطر ما تزعلش ان هي اول سنه ليها وكده، فسبتها تختار الحاجات اللي هي عايزاها. بس فجبتها لها برضو. وهنا كانت عندي بقى هنا الوان اللي هي الشمع. عايزه اقول لكم ان دي كانت جايه لها في عيد ميلادها السنه اللي فاتت، وما استخدمتهاش بصراحه. شيلتها قلت لها شيليها يا رمزي للمدرسه، لان هي كانت لسه ما كانتش فاهمه تلعب بيها ازاي. بصوا تحفه تحفه، بس انا طبعا مش عارفه سعرها يا جماعه فيعني. دي كانت جايه هديه وانا شلتها لها بصراحه. قلت ايه عشان خاطر حرام ما تلعبش بيها وهي كانت لسه فاهمه بتتلعب بيها ازاي او بيتلون بيها ازاي. فانا شلتها لها زي ما هي، وهي نفعت. بصوا برضو دي كده كانت عندها. وده برضو كان اللي هي البوتل او الازازه بتاعتها. دي كده كانت 2، واحد للعصير وواحد للميه، الاتنين في بعض. بصوا بتتفتح كده. هنا هو واحد فيه شاليمو، وهنا اللي هي بتاعت المية، ومن جوه كمان في زي ميدالية كده بتتركب بقى من فوق من هنا بس. وفي الايد كده بتاعتها وخلاص. عجبتني قوي، وهي عجبتها عشان لونها برضو بينك. فهي زي ما قلت لكم، وفيها الايد دي لو عايزه تعلقها يعني، بس طبعا مش هعلقها لها، انا هحطها لها في قلب الشنطه. فيعني ايه عجبتها برضو فجبتها لها براحتها يعني، اللي هي اختارته انا جبته لها. والازازه دي برضو جبتها، بس دي جبتها لكايلا عشان خاطر التمرين. دي كانت من ماكس. عايزه اقول لكم الزمزميه دي كان سعرها 180 جنيه يا جماعه، 180 جنيه. تمام. بس انا برضو مش مكنتش جايباها من نفس المحل، كنت جايباها من فتره كده من محل تاني. الزمزميه دي جبتها او الازازه دي جبتها من ماكس. دي مش لرونزي، دي لكايلا عشان خاطر كايلا بتروح التمرين وكده، فبتبقى محتاجه بوتل معاها نحط لها فيها ميه، والبوتل بتاعتها هي ضاعت، فجبت لها دي.
فبرضو عايزه اقول لكم الاكليرك بتاعها خطير يا جماعه، والله العظيم يعني 30 جنيه يعني سعرها حلو قوي. الاكليرك بتاعها تحفه 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 بجد. فبرضو ايه، عجبتني فجبتها لها عشان خاطر التمرين، يعني دي ملهاش علاقه بايه برونزي، دي تبع كايلا برضو. تعالوا بقى نشوفوا ايه تاني جبته. جبت الجلادات دي، جبت الجلاد كان عامل حوالي الواحد عامل 10 جنيه. ده مش عارفه فيه 10 جلادات، كان عامل 10 جنيه، فكان سعره حلو قوي. جبت لها منها الاربع الوان دي، وعادي لو ما استخدمتهمش كايلا بتستخدمهم يعني، ما عادي يعني مش فارقه. فانا مش عارفه، انا لقيت سعره حلو 10 جنيه مش حاجه يعني، فجبت لها منهم الاربع الوان الاساسيين دول، وقلت لو احتاجت حاجه تانية هبقى اجيبها لها. بس كده يعني، لسه لما اجيب السبلاي زي ما قلت لكم هجيب تاني. تعالوا بقى نشوفوا الشنطه اللي انا جبتها لها. الشنطه دي بقى يعني قعدنا كتير جدا لحد ما رسينا على شنطه، قعدنا نتفرجوا كتير جدا وندور كتير يعني لحد ما لقينا بقى الشنطه دي. بصوا يا جماعه بقى، بصوا التحفه. بصوا طبعا هي الكاميرا، اولا كاميرا ظلماها، انا عايزه اقول لكم الماتريال بتاعتها تحفه 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 يا جماعه تحفه. هي الشنطه اهي، وده اللوجو بتاعها. وطبعا اللي هي بتركب لها الترولي او العجل لو عايزين، لو مش عايزين عادي خالص، فانا ما يعني بشتريه لها بعدين عادي. فقلت انا هي كده كده في كيجي فمش هتعرف تتحكم قوي في العجل وكده، فجبت لها ليه من غير عجل، وقلت لو تحتاج العجل السنين الجايه هبقى اجيبه لها. بس انا اخترت ان الشنطه تكون كبيره شويه عشان تنفعها سنتين الكيجي يعني. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا هي من جوه 3 سوست، وعايزه اقول لكم ماتيريال السوست تحفه تحفه. بصوا السوست مختومه يا جماعه، دي من ماركه ميموري، فطبعا تحفه تحفه. هو الولد اللي هناك قال لي هي ميموري عامله ماركه جديده اسمها مام باج، فهي دي اللي منزلاها. عايزه اقول لكم انتوا هتتفاجئوا في الاخر من سعرها، والله العظيم ماتريال ولا غلطه ولا غلطه يعني، ماتريال خطير. انا اول ما شفتها خلاص قلت لرونزي هي دي يا رونزي، وهي عجبتها جدا طبعا شكلها. بصوا ومن جوه متقسمه كده يعني، حاجه كده تحفه، عجبتني جدا يا جماعه والله العظيم، وخامتها حلوه قوي قوي يعني، جيبوها على ضمانتي تحفه تحفه. اللي يلاقي الماركه دي اسمها مام باج، نازله من ميموري، تحفه جدا. فجبتها، وعلى فكره ارخص من ميموري شويه بس تحفه برضو. اهي دي جبتها، وجبت معاها اللي هو ال اسمها ايه، لانش باج. لانش باج تقريبا. اهي برضو اللي هي الجزء اللي هو الحراري ده اللي بيحفظ الاكل. وعلى فكره اللانش باج بتاعها كبير يعني مش صغير، يعني حلو يشيل البوتل وجنبها اللانش بوكس يعني. اللانش باج برضو بتاعتها حلوه قوي، والماتريال بتاعتها خطيره. ودي لانش ودي المقلمه بتاعتها برضو. بصوا هي جايه 3 قطع كده مع بعض، تحفه يا جماعه تحفه يعني. وفي الاخر انا زي ما قلت لكم هتصدموا من سعرها. انا عايزه اقول لكم ان انا جايبه الشنطه 3 قطع بالماتريال دي، والله الماتريال تحفه 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 يعني فوق الوصف، انا مش قادره اوصف لكم الماتريال عامله ازاي. جايبه الشنطه دي يا جماعه ب 825 جنيه، طبعا سعر مش موجود اصلا، سعرها تحفه. ف 825 جنيه انا جبت الشنطه دي 3 قطع. وزي ما قلت لكم لو عايزه تركبي لها عجل عادي خالص، هتشتري العجل وتركبيه لها بس كده. تعالوا بقى نشوفوا الشنطه دي. الشنطه دي من ايجل. دي الشنطه دي انا جبتها يا جماعه، دي برضو انا جايباها من حوالي شهرين كده، شهرين ونص. كنت برضو مع زوجي كده في المنشيه، وبصراحه كنا بنتمشى وواحد كان واقف كده بشنط، فقعد يتحايل عليا ان انا ابص على الشنط وكده، فبصيت وبصراحه الشنطه دي عجبتني جدا. وعايزه اقول لكم جبتها في سعر يعني سعر بصراحه فظيع، انتوا مش متخيلين جبتها بكام. بس فبصوا الماتريال بتاعتها متبطنه، وبصوا فيها سوسك كتير جدا يعني، بصوا واحد، والسوسة على فكرة بتاعتها حلوة، ومن جوه برضو متقسمة وكبيرة يعني مش وحشة، بس هي على فكرة اصغر من دي يعني، حجمها اصغر من دي تمام. فدي برضو هتنفعها لو الشنطة دي اتبهدلت او كنت غسلاها او كده، فهتنفعها دي جدا. بصوا من هنا برضو كبيرة، وفي هنا سوستة بقى من قدام اهي، ومن هنا بقى في اللي هي السوستة اللي من تحت دي. بصوا اهي، عايزه اقول لكم مليانه سوست وتحفه تحفه ومتبطنه، والماتريال بتاعتها يا جماعه يعني غسيل ولبس غسيل ولبس حرفيا. انا عايزه اقول لكم يومها اشتريتها من الراجل طبعا عشان ما كانش السيزون بتاعه، كنا تقريبا بعد المدرسه، كان في شهر 6 او حاجه زي كده. اشتريتها من الراجل بسعر خطير. انتوا عارفين اشتريتها من الراجل بكام؟ اشتريتها من الراجل ب 300 جنيه.
300 جنيه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ شنطه تحفه كده ومتبطنه وقمر كده، اشتريتها ب 300 جنيه. فطبعا كان سعرها تحفه وجبتها على طول. بس طبعا دي زي ما قلت لكم ما كانتش الشنطه الاساسيه، لان هي كانت عايزه الشنطه اللي هي ال3 قطع، فانا قلت لها انا هجيبها لك وهجيب لك دي. كده كده كايلا هتدخل السنه الجايه، فيعني هيبدلوا بقى مع بعض وكده. وان شاء الله برضو هجيب لكايلا شنطه جديده، بس تكون الشنط دي مع بعضها، عشان خاطر لو عايزوا شنطه بتاعت واحده فيهم اتبهدلت، شنطه وقعت في الطينه، ان احنا طبعا عارفين ان هم هيبقوا في شتاء او كده. فيعني بحب دايما ان انا ابقى عندي شنطه كده احتياطي موجوده دايما، بحب كده على طول. حتى في الحضانه انا عندي شنطه كده. واخر حاجه بقى معاكم جبتها، جبت لكم اللي هو ديسك المذاكره ده. بصوا الديسك يا جماعه اللي هو بيتفتح ده من ورا، بتتفتح كده وبتبقى ترابيزه صغنونه. دي بقى بتنفعني جدا. انا كان عندي على فكره منها واحده قبل كده، بس للاسف رجليها اتكسرت، يعني مجرباها قبل كده. بتنفعني جدا بقى في الشتاء لما بيجوا مثلا يكتبوا الهوم ورك او كده، فيعني ساعات بيبقوا سقعانين، فبنقعدوا بقى على الركنه او على اوضه الليفينج او السرير او كده، وبحط لهم دي كده قدامهم، والاقلام بحطها لهم هنا كده في قلب الكاب بتاعها، وبنقعد بقى نكتب الهوم ورك وهم قاعدين متدفيين او حاطين البطانيه على رجليهم او كده، عشان خاطر زي ما قلت لكم انا بخاف عليهم جدا من مناعتهم، لان هم مناعتهم ضعيفه قوي. فساعات كده بصراحه بنبقى قاعدين كده مكسلين، فبقول لهم خلاص اجيب لكم الترابيزه ونحطها كده ونقعدوا نكتبوا مع بعض بس. فبتنفعني جدا زي ما قلت لكم. وانا عندي واحده تانية بس هي رجلها مكسوره، هخلي بقى زوجي يصلحها واسيب واحده لرمزي وواحده لكايلا. وبس كده، دي كانت المشتريات اللي انا جبتها. يا رب تكون عجبتكم والاسعار تكون عجبتكم. يا جماعه المكان اللي انا جبت منه المشتريات دي كلها اللي هو سفاح فليمنج، ده موجود في فليمنج على الترام، على اوله محمصة مفيد، على اول الشارع محمصة مفيد. بس كده هتروحوا هناك هتسالوا اي حد على سفاح فليمنج، اي حد هيقول لكم. يعني انتوا هتروحوا فليمنج على الترام وهتسالوا على سفاح فليمنج او محمصة مفيد، هتروحوا تلاقوه هناك. الاسعار بتاعته تحفه. وعلى فكره في كتب خارجيه هناك اسعارها عليها 20% خصم، بس انا بصراحه ما كنتش محتاجه كتب خارجيه يعني. بس اللي عايز كتب خارجيه في هناك برضو، في هناك حاجات كتيره تانية. الوان في هناك، الالوان التاتش بسعرها حلو قوي هناك. يعني انا شفت بصراحه حاجات كتير هناك سعرها كويس، بس انا يعني دي الحاجات اللي انا كنت محتاجاها فجبتها. وفي حاجات بصراحه ما عجبتنيش، يعني البرايات الجوم الحاجات دي اللي هناك بصراحه الماتيريال بتاعتها ما كانتش احسن حاجه، فما عجبتنيش يعني. الدباسه المسطره الحاجات اللي هي دي كلها ما عجبتنيش. فليا نازله بقى تانية المنشيه، وهدور بقى كده على الحاجات اللي هتعجبني ان شاء الله وهوريها لكم بقى. بس دي بقى ممكن مع بدايه الدراسه، يعني لما نبدا كده الدراسه واجيب بقى بقيه السبلايز هبقى اوريكم الحاجات دي كلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم والمشتريات عجبتكم، قولوا لي ايه رايكم فيها. وايه ده كده رمزي بالتوفيق ان شاء الله في اول سنه ليها في المدرسه. بس كده ويا ريت لو شفتي وصلتي لحد هنا وشفتي الفيديو يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشوفيني على طول. يلا مع السلامه.